بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب العالمين يقول: أحل لكم صيد البحر وطعامه. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أحل لكم صيد البحر وطعامه، يعني السمك، كل أي شيء بالبحر هو حلال لنا، نقدر ناكل بإذن الله تعالى. إخواني أخواتي، السمك، فائدة السمك كثيرة، بس قسمنا ناس يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تأكل السمك مع لبن. إذا أي واحد يأكل السمك مع لبن يصاب بمرض البحق. إخواني أخواتي، هذا الكلام ليس صحيحا. رجاء هذا الحديث ضعيف. ما له أصل. الناس يخافون، يقول ما نأكل لبن مع السمك نصاب بالمرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصاب بالمرض البحق. يا إخواني، هذا الكلام ليس صحيحا. ما تصاب بالمرض. هذا السمك شفاء للمرض، بها مادة قوية. إخواني أخواتي، بها مادة قوية. هذا المادة يسمونه أوميغا 3. سلام عليكم إخواني. هذا يسمونه أوميغا 3. رجاء هذا الحديث ضعيف، لا ليس له أصل. رجاء، إحنا صار أكثر من 25 سنة نعالج المرضى. نتكلم عن السمك بها فائدة كلش كثيرة، خاصة بها فائدة كثيرة. عنده زيت موجود باسمها، يسمونه أوميغا 3. زيت أوميغا 3 أقوى علاج لنمو الأطفال، للدماغ، للالتهابات، للربو، للحساسية. إذا كل أسبوع مرة واحدة تأكلون. هسه نتكلم إخواني، هسه نتكلم عن هذا. شوف هذا السمك، شايفين بعيونكم؟ هذا السمك، شوف السمك بيه الزيت، يسمونه أوميغا 3. شوف أوميغا 3 أحسن علاج إخواني أخواتي. أوميغا 3 لنمو الأطفال، خاصة اللي عنده شلل بالدماغ، لو التهاب بالدماغ، لو بالمدرسة ما ليس يعني ذاكرته مو قوية. كل جيد، كل زين. السمك إخواني أخواتي بها مادة أوميغا 3. شوف إخواني أخواتي، شوف هذا السمك ما شاء الله تبارك الله، بها زيت يسمونه أوميغا 3. وهذا الحديث ليس صحيحا إخواني أخواتي. هذا الحديث ليس صحيحا، هذا الحديث ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تأكل السمك مع لبن، تصابون بالمرض البحق. هذا الحديث ضعيف، ليس له أصل. أي واحد يأكل لبن مع سمك طبيعي إخواني. خۆشەویستان، خوای گەوردە فەرمووی: ئەو لە ناو دەریای هەموو بوون حەلالە، ماسیبی، مارماسیب، هەر شتێک حەلالە. خوای گەورە شتێکی حرام نەکردێ. بە زۆر کەسێ دەڵێ هەر شتێک ئەگەر ماسی و ماسی پێکەوە بخۆی تووشی بەڵەکی دەبی. لە حەدیسەکیدا ئەو حەدیسە ضعیفە، هیچ ئەسڵی نییە. ئەو حەدیسە ضعیفە خۆشەویستان. هیچ کەسێک تووشی ئەوەی نابی بەڵەکی. بەڵام ئەو مادە شتێدا زۆر میمە پێی دەڵێن زەیتی ماسی، ئۆمێگا 3 بە ئینگلیزی بێ ئۆمێگا 3. ئۆمێگا 3 زۆر مهمە. ئەو ئۆمێگا 3 زۆر گرنگە و مهمە بۆ نەخۆشی تەنشەی زاکری، بۆ منداڵان، بۆ شەلە دەماغ، بۆ ئینتیای مێشک، بۆ ڕەبۆی، بۆ حساسێک هەفتەیە جارێک بخۆی زۆر گرنگە. بە تایبەتی ماسی سەلەمون، ماسیەکانیش احتیاجیە. چاوتان ماچ دەکەم. ئەوە سونەتێکی پێغەمبەریمان پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم، ماسی زۆر گرنگە بۆ جستەی ئینسانی إن شاء الله تعالى. إخواني أخواتي خوشويستان، أوش ماسي. وهذا هو السمك، شفاء للمرض، تنشيط الذاكرة، والمرض للأطفال، لشلل الدماغ، واللي بها مادة بها أوميغا 3. تكلمنا مع هذا الأوميغا 3. شوف هذا إخواني، هذا أوميغا 3 بها فائدة كثيرة للإنسان، خاصة الأطفال، للدماغ، للنمو، لشلل الدماغ، للتوحد، للأوتيزم. هذا يسمونه أوميغا 3. إذا تأكل هذا بها الزيت، السمك بها أوميغا 3. وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد. إخواني، وفي الختام أقول إليكم وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد. استعملوا لأطفالكم شلل الدماغ أوميغا 3 كلش جيد. لو كل أسبوع مرة واحدة تأكلون سمك، لأن السمك بها فائدة كثيرة. وصلى الله على سيدنا وعلى حبيبنا محمد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.